سيادة النائب أحمد فرغلي. شكرا يا ريس. بدأت الحكومة فيما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز، ثم بدأت ببيع أصول الدولة، ثم زيادة في الضرائب وجميع الخدمات، ثم التوسع في الاقتراض حتى وصل حجم الدين الخارجي يا ريس لأكثر من 165 مليار دولار. أنا النقطة الرئيسية عايز أتكلم فيها، يعني هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ يعني احنا مش شايفين اي برنامج للحكومة بيدخل او اي نهج للحكومة او اي توجه للحكومة لسد العجز الا بالاقتراض بس. انا قلت يا ريس عدتها مرارا وتكرارا، لابد من حضور السيد رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة للاقتراض وحجمه. لازم يجي يعرض يا ريس يقول الحكومة هل لها خطة ولا لا، هل حجم الاقتراض دوت في حجم وسقف ولا لا، وسببه تختلف اولويات الحكومة عن احتياجات الشعب المصري. لابد من حضور السيد رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية الاقتصادي يا ريس. احنا شايفين ان خلاص رايح لطريق اسود، هنتكلم كده. انخفضت العملة المحلية بنسبة اكتر من 80%، زاد الاقتراض وزادت اعباء الشعب المصري. وبناء على ريس انا برفض القرض وبرفض اي قرض، لان دوت عبء على الاجيال الجاية والحكومة بتستسهل على حساب الشعب المصري. شكرا يا ريس.